2-0 اعزائي المشاهدين. وسط الملعب نعود لاحداث الشوط الاول اعزائي المشاهدين، وتقدم لاصدقاء حلم بهدفين حسام درويش وباسم غراب. وسط الملعب لحسام، يا سلام يا صلاح، احمد صلاح هذا الحارس يتصدى لتصويبه والكره مره اخرى، وصفاره نهايه احداث الشوط الاول اعزائي المشاهدين. و2-0 تقدم ابناء حلم على فريق ابناء مشعل. طبعا فريق ابناء مشعل لا حول له ولا قوه في هذه البطوله، انهزم اول مباراتين والمباراه الثالثه له ومتاخر بهدفين ل0. ثواني اعزائي المشاهدين وننتقل لاحداث الشوط الثاني. الشحات نص الدنيا يطلع يا اخويا، اطلع يا اخويا. مش حاجه ايه، اللهم صل على النبي اهو. اطلع يا اخويا يا شاحت، اطلع. انت بتغزي العين عنك، اطلع يا اخويا. كانوا فتوته ورث نص البلد يقول لك شحت اللي فين البخيل. مرة ثانية اعزائي المشاهدين وعودة واحداث الشوط الثاني والتقدم لابناء حلم على فريق اصدقاء مشعل وتصيبه من علي، وحصل تغيير والله. وسط الملعب لعلي لباسم صاحب الهدف الثاني، باسم وتصويبه، ولكن بقدم اليمنى باسم هذا اللاعب صاحب القدم اليسرى، تصويبه كده برجله اليمين ولكن بجوار القدم الايسر، ضربه مرمى ولكن بدون عنوان من الحارس احمد صلاح. سمير وسط الملعب لحسام عايز يعدي ولكن توصل لمحمود عباس، يلعب ثرو باص ولكن مقطوعه من حسام للسمير الشاطر ناحيه الشمال. سمير يلعب العرضيه لحسام، توصل لعلي، علي لسه بيدور ورا حسام ولكن فوق من حسام. المباراه القادمه باذن الله والختاميه لهذا اليوم الرمضاني تجمع بين الفريقين العنجيزي وفريق المعاهده، وكلا الفريقين على استعداد للمباراه القادمه. ايوه قرب وضربه تماس هيلعبها علي اطول من اللازم على علي. طبعا لا ننسى كل الشكر والتقدير. يا سلام يا باسم والهدف الثالث 3-0 تقدم ابناء حلم على فريق ابناء مشعل. تغيير والله، اي تغيير يتم من عند الاذاعه، تغيير في الصفوف ابناء حلم. لازلنا في انتظار التغيير. طبعا كل الشكر والتقدير للحاج محمد ابراهيم زيدان اللي منورنا النهارده والله، ابن البلد وابن قريه سيجر، ونتمنى له طبعا كل التوفيق والنجاح باذن الله. طبعا اهل سيجر يرحبون بالحاج محمد ابراهيم زيدان. حصل تغيير والله وتصويب ولكن يا سلام يا حماده.
دار رمضانيه بالصيغه المقامه تحت رعايه ابن بلدنا الحاج محمد ابراهيم زيدان. الدوره السنويه رمضانيه المقامه تحت رعايه الحاج محمد ابراهيم زيدان راعي الشباب والرياضه بالصغر. وشكر خاص بقى مجهود عظيم